السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أخوة، هذا الفيديو ربما الفيديو العاشر وأنا أمسحه. لماذا؟ حتى لا أكون قاسيا في كلامي، ولكن هذا الفيديو مزعج جدا. بعض من العرب أتوا واعتدوا على بعض من الكرد اللي هم هجروا وتهجروا وفروا بأرواحهم ونسائهم وأولادهم إلى مناطق آمنة كما فعل بعض العرب. صح؟ نحن لا نرضى بالظلم، لا نقبل الظلم، إن كان المظلوم كردي أو عربي. لا والله لا نرضى بذلك. ولكن هؤلاء الكرد، أسألكم بالله، إيش زعجكم فيه يا أخوة؟ راجعين على بيوتهم. سبحان ربي، تأتي وتعتدوا عليهم عوائل. أبو جهل ما فعل ترى. هل ما زال فكر بشار في رؤوسكم البعض هؤلاء يعني؟ ثم لماذا الباقين ساكتين؟ لماذا أنتم تنظرون؟ لماذا تنظرون ويعتدون على أخوانكم؟ جاهلية. الله عز وجل يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. شو هذه زلمة؟ في عالم عندهم مشكلة مع آية رب العالمين. أنت ما خلقت حالك عربي ولا أنا أردت أن أكون كرديا. هذه مشيئة الله عز وجل. يقول والله ما نخلي واحد كردي يرجع على ساريكانية حتى الطرف الثاني يعودون إلى بيوتهم. هل هؤلاء الذين أتوا إلى الساريكانية إلى بيوتهم هل هم إيش مفكروا مظلوم عبدي، ولا مفكروا عبد الله وجلان؟ شو مفكروا؟ ولا مفكروا أحمد الشرع؟ مسكين ليس له طاقة ولا حيلة يا رجل. راجع بيته الزلمة، بدلا أن تكون سندا له تكونون أسانيد لهم أو مساند لهم، تكون خنجرا. شو هذا يعني؟ والله ما بعرف. أنا دائما أقول والله عندنا بسبب أوجلان فكر الشيوعية والماركسية منتشر، وأنا دائما أحاربهم. إيه بس عندكم في فكر بعثية، اعترفوا. في أفكار بعثية منتشرة. يجب على رجال الدين والمشايخ أن يصححوا لهؤلاء كما نحن نفعل، ونصحح لهؤلاء الكرد الفطرة السليمة، الخروج من فكر أوجلان إلى العودة إلى فكر الله جل في علاه. في عالم بعد عندهم فكر حافظ الأسد النجس. والله قصد فعلوا هكذا تعلم نحن نحاسب الأكراد. ما هذه اللي هي أصلا جاهلية وعصبية وبعثية ومغالطة منطقية ومخالفة للقرآن والسنة. سبحان الله. اتقوا الله يا أخوة، اتقوا الله. والله فلان حرق العالم. إجباري بده يحرق العالم. أنت تكسر سيارات الناس. ليش هيك؟ ليش هذه العقلية؟ والله أنا بتعرف أعاتب المشايخ، لأنه لازم يعلموا الناس على هذه الأساس، أنه اختلاف اللون واللسان ليس قدري. هذا قدر الله لي كتبه علي. سبحان ربي. إذا كل فترة بيطلع لك واحد راس مربع، والله الأكراد هيك وبدنا ما أعرف إيش. بعدين تعال هون، مو على أساس مظلوم عبدي وأحمد شرع متفقين مع بعض وشربوا فنجان قهوة. ما بعرف يعني ما خلص هذا الاتفاق. ليش نرجع نعمل فتنة؟ اترك الناس ترجع على بيوتها يا أخي، تسترزق. ناس مستضعفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أخو المؤمن يا أخوة، إنما المؤمنون أخوة يا أخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وين هذا الكلام؟ هذه الأمة أمة واحدة يا أخوة. بس في ناس بعدهم في أفكار جاهلية. لا والله هذا ظلم وهذا تعدي، والله لا نرضاه.
نحن لا نقول أن تقوم الحرب، لا، ولكن ما تربط الإبل هكذا. هذه أرضهم، هذه بيوتهم، يعودون إليها، وسعركم بسعرهم، ولا فرق بيننا وبينكم، ولا فضل بيننا وبينكم إلا بالتقوى. لا أحد أفضل مني ولا أنا أفضل من أحد إلا بالتقوى. نحن ما لسنا عقائد باطنية، نحن لدينا توحيد، ولكن هؤلاء يمشون على التوحيد. ترى أنا أنتقد دائما، يعني لا تفكروا أنه أنا أنزل في اللغة العربية أول مرة تسمع كلامي. أنا أنتقد دائما الأحزاب وهذا الطاغوت أوجلان، ما أنا أحسب حساب أحد، ولكن هذا الفعل خطأ، وهو فعل همجي جاهلي بعثي. أي أحد يفعل هكذا، إذا كان كردي وإن كان عربي، ولكن هذا حقيقة تعدي على إخوانكم الكرد. نحن مسلمون، كتابنا كتابكم، نبينا نبيكم، قبلتنا قبلتكم. أنا لا أتكلم على الماركسيين، ما أتكلم عنهم، أتكلم على الكرد المسلمين. أنا أتكلم باسم الكرد السنة، ما دخلني في أحد ثاني. نبرأ من الشرك والكفر وأهله. الناس تتقدم وأنتم ترجعون إلى وراء، يعني سبحان ربي. هل هذا الفعل يرضاه الله جل في علاه والنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخوة، لا والله، لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجل على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا. شوف عدالة هذا الدين، شوف هذا النبي الرحيم، شوف هذا القانون الرائع الجميل الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنت رأسك مربع، تتبع أبو جهل. أي والله، تتبع أبو جهل. وأن أمتكم هذه أمة واحدة يا أخوة، هذه الأمة أمة واحدة، فلا تخلي الاختلاف العرقي واللون يعمل أفضلية وتشوف حالك على الثانيين، ولا تكون جاهل تمشي بجاهلية، ترجع الجاهلية الأولى. لا، امشي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حكمت فاعدل، وإذا قلت فاعدل بالقول. حياكم الله وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.